السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هعمل لكم وصفة البانكيك. هعملها لكم بطريقة حلوة، وكمان هتبقى طعمها إن شاء الله مختلف جدا، وهعمل لكم فيها تكات بسيطة كده هتخليها تدي طعم أحلى كمان من بنشتريها من بره. فهقول لكم بقى مع بعض المقادير كده بتاعتنا، وبعدين على طول هنسمي الله ونبدأ في الوصفة. البانكيك كلنا عارفين بنعمله بإيه، بنعمله باللبن والبيض. النهاردة هزود لكم معاه الزبادي. فهنقول بقى مع بعض المقادير بتاعتنا. كوبايتين من الدقيق، انا معايره كوبايتين ونص علشان لو العجينه خدت معانا. وبعدين بنحط كوبايه كده من الزبادي، وبعدين معلقتين كبار من السكر او ربع كوبايه، ومعلقه كبيره من البيكنج باودر، وطبعا بنحط فانيليا، نص كوبايه من اللبن عشان انا حاطه زبادي معاها، وحاطين بيضتين. والحاجه بقى كمان اللي بتضيع الزفاره بتاعه البيض القرفه، وبتديله طعم حلو جدا. وبنحط رشه بسيطه خالص من البيكنج صودا وملح، وبنحط 100 جرام من الزبده بنسيحها على النار. ونبدا بقى مع بعض ان شاء الله نسمي الله. هنحط في البدايه كده في الاول البيض، وبعدين هننزل عليه بالفانيليا، وهنحط الرشه بتاعه القرفه تديله طعم كمان حلو جدا، وهنحط الملح والسكر، وهقلبه تقليبه بسيطه في الاول كده. طبعا احنا بنشتغل بالويسك كمان، مش بنضرب ولا خلاط ولا اي حاجه، زي ما انتم شايفين. وبعدين هنحط الزبادي، احنا لفيناه لفه بسيطه خالص. بعدين هحط بقى الزبادي اهي، وهحط اللبن، وهقلبه كمان تقليبه. هنحط هنا الزبده. طبعا الزبده لازم نكون مسيحينها علشان تبقى سهله معانا. وبعدين طبعا هننزل بيه خلاص، احنا دوبنا الزبده مع البيض زي ما انتم شايفين اهو. قلبته تقليبه كمان حلوه، خلاص كل المكونات بتاعتنا دابت مع بعض. احط كوبايه، وبعدين هنزل بالبيكنج باودر والبيكنج صودا، وبعدين هحط الكوبايه التانية ومخليها كمان جنبي كوبايه كمان من اللبن، علشان لو المقدار احتاج لبن تاني هنبدا نحط له. كمان الزبادي بيديله طعم حلو جدا زي ما انتم شايفين، وبيديله ان شاء الله لما هيبدا بقى نسويه مع بعض هتشوفوا قد ايه القوام بتاعه حلو جدا ومش مكتوم خالص. هحط بقى لبن اهو، وهفضل الف بقى كده لغايه ما يبقى القوام بتاعنا جاهز. نجيب بقى كده الاطراف بتاعتنا اللي على الجوانب كده، وعشان يكون كل الخليط بتاعنا امتزج مع بعض اهو. طبعا انا حاسه ان هي لسه عايزه شويه من اللبن. هحط لها كده شويه شويه. البانكيك من الحاجات صراحه اللي بتبقى حلوه قوي، ممكن الصبح ممكن بالليل في السهره كده نعمله ونحط معاه اي فاكهه عندنا، ايس كريم، زبادي، اي حاجه للولاد. طبعا رشه العسل بيبقى طعمه حلو جدا اهو. طبعا قوام البانكيك بيبقى شويه عامل زي الكريب. هقلبه بقى تقليبه وخلاص. بتقلي كده الخليط بتاعنا كله امتزج في بعضه. جزء بسيط خالص كده من اللبن، ريحته حلوه جدا. طبعا رشه القرفه اللي احنا حطيناها هتديله طعم كمان مميز جدا. واي زنخه للبيض، لو بتعملوا كيكات، لو بتعملوا اي حاجه فيها بيض وتحطوا معاها رشه القرفه دي، بتضيعها خالص وتديها طعم كمان حلو جدا. خلاص كده البانكيك هوريلكم بقى القوام بتاعه اهو. خلاص كده هو جاهز. شايفين بقى احنا حاطين الطاسه على النار وبنخليها تسخن، وبعدين بنروح دهنينها بس بسيط كده اهي. بدهنها دهنه بسيطه علشان اول واحده بس دي بتبقى دايما تجربه. خلاص كده، وهنستنى عليها برضه. طبعا مش هنيجي جنبها، وهنبدا نستنى اول ما تعمل بابل هنبدا نروح قلبينها على الناحيه التانية.
شايفين الفقاقيع دي زي القطايف بالظبط لما بنيجي نعملها، بس طبعا الفرق بين القطايف وبين البانكيك ان احنا بنقلبه على الوش، بنحمره من الاتجاهين. اما القطايف بناخد الاتجاه اللي تحت ونستنى خالص لما تبدا تستوي وبعدين نبدا نشيلها على طول. بس هي كده خلاص، ده دليل على نجاح العجينه بتاعتنا. نقلبها على طول بقى، هنرفعها بقى. شايفين السكر اللي احنا حطيناه مع البيكنج صودا والحاجات دي ادتها هشاشه. بصوا طريه ازاي وهشه، طبعا سخنه جدا مش قادره امسكها لكم، وريحتها حلوه جدا. يعني بقى اللي بعدها، عارفين كل لما بتريح بتدينا نتيجه احسن. يعني طول ما انا بشتغل فيها، اول ما بتبدا الخميره بتاعتها تتفاعل بتبصوا تلاقي العجينه هشه جدا وبتبقى طعمها كمان احلى كتير. عشان كده بقول لكم لما نعملها نسيبها حوالي نص ساعه كده في التلاجة تريح وتدي طعم احلى ان شاء الله لما تستوي. شايفين حلوه جدا. هنبدا بقى بسم الله كده برضو نقلبها. برضو اللون ده دليل على انها استوت من تحت. خلاص هعمل لكم برضو واحده كمان وانا هكمل كل الكميه بتاعتنا. شايفين كوبايتين الدقيق اللي احنا عملناهم عملوا لنا قد ايه بانكيك. حبيت اسيب لكم الكميه كلها علشان تعرفوا برضو قد ايه الكميه كانت حلوه وربنا يبارك فيها ازاي. هبدا بقى ايه اجهز لكم طبق، لو حد حابب بقى ياكله كده، كل واحد طبعا على حسب ما بيحب ياكله ازاي. حابين بقى بالمربى، حابين بالعسل، بس انا حبيت اعمل لكم الطريقه بتاعته. انا طبعا ما بحبش العسل كتير في نص الوحدات بتاعه البانكيك، بس الولاد عندي دايما يحبوا هما اللي يتعاملوا مع البانكيك. انا بقى ايه، حبيت بس ارصه قدامكم عشان اوريكم قد ايه. اهي هوريكم كمان قد ايه هو طالع حلو جدا اهو. اهو قطني حلو قوي اهو، حتى لو بيتناه بره هيفضل زي ما هو. هنبدا بقى نملى الوحدات بتاعتنا اهي. بنحط بقى كده بين كل طبقه وطبقه رشه بسيطه من العسل عشان برضو اللي بياكله نفسه ما تتجزعش وهو بياكله. اي كميه من الطبقات حابينها هتبقى حلوه برضو ان شاء الله. هكتفي بقى كده. خلاص بقى هنبدا بقى نرش عليه كمان رشه بسيطه خالص من العسل اهي. هنحط له بقى لو حابينه بالايس كريم نحط له قطعه زبده هنا كده، وممكن نحط له برضو وحدات من الكيوي. وقطعه من الايس كريم كده هتدي طعمه برضو حلو. ايه رايكم؟ ان شاء الله تجربوه باذن الله. حلو جدا، خفيف، وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم هش جدا. الطريقه دي حلوه، كوبايتين الدقيق طلعوا لنا كميه حلوه. ان شاء الله تجربوه يعجبكم باذن الله، واشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.